ازاي تعمل عزومه زي دي في رمضان او اي مناسبه تانية من غير ما تتعب مراتك او مامتك. وعشان كده انا قلت اجرب واجيب كل الاكل ده ما عدا حلويات من مكان بيعمل كاترينج اسمه مطبخ سمر. فتعالوا بقى نشوف جبت ايه والاكل هيطلع جامد ولا عادي واي كلام. شكل الاكل واحنا بنفتحه كان يفتح النفس زي ما انتم شايفين، وعندهم تنوع في المنيو مش طبيعي، تقريبا بيعملوا اي حاجه بتحبها زي السمبوسك ورز معمر باللحمه او الحمام وممبار وورقه سجق وكوبيبه، والفراخ بانواعها شيش طاووق او في الفرن، والمحاشي بانواعها، ده حتى السلطات. وهوب اسكالوب السفره كده جاهزه والاذان اذن، ويلا بينا بسم الله ونشوف الاكل هيطلع عامل ازاي. اول حاجه هبتدي بيها المشاوي. الكفته طعمها كان جامد ومش مصدق خالص ان دي معموله في البيت، وبالطحينه بتروح في حته انتوا عارفين هي ايه. من كميه الاصناف مش عارف اخش على ايه، دخلت على الكوبيبه طعمها كان حلو الصراحه وكان جامد. بينا بقى على الحمام، كان محشي رز مع انه كان صغير بس طعمه كان جامد قوي، بالذات تتبيله الرز فيه كانت صايعه. دي بقى ورقه السجق، بالنسبه لي البرنس رقم واحد بيعمل سجق، بس بعد ما جربت دي الصراحه مش طبيعيه، دي اجمد حاجه على الترابيزه لحد دلوقتي. سامعهم كلهم بيقولوا اشاره عن الفراخ، ولما جربتها فعلا عالميه. نخش بقى على ورق العنب كان جامد، والبتنجان كان حلو برده، شيش الطاووق قشطه، السمبوسك اللي بالجبنه كانت عالميه، الممبار فشيخ، وكان باين قوي على المنظر ان كلهم مبسوطين